مساء الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ 6 نقاط سريعا كده، هنبدا باولهم بموضوع اكرم توفيق. موضوع طول زي زاد عن اللزوم، بوخ قوي. مش شايف ايه الفكره وايه الحكمه. ده انت رمضان صبحي قلت له ساعه وترد عليا، معرفش ليه. يعني اكرم بيماطل في الموضوع، وانا سمعت انه اخر حاجه حتى العرض اللي اتبعت له ما ردش عليه. ومن شويه شفت فيديو لاخوه على التيك توك اسمه سامي توفيق، لابس تيشيرت عليه شعار نادي الزمالك، وبيقول لك اخيرا اكرم بره الاهلي، واخيرا اكرم رايح قطر وهيجيب لي تيشير ايفونات وحاجات كده ما عليهاش جمارك ومش عارف ايه. بس الجمله اللي استوقفتني بيقول: يا سلام يا مفاسة، اخيرا هشوفك قالع التيشيرت يعني. طبعا هو كان نفسه يغلط بس ما غلطش يعني، واخر يعني استهتار وتقليل من فانيلة النادي الاهلي وشعاره. طبعا الاهلي عمره ما يتقلل منه، ولا يتقلل من شعاره، ولا يتقلل من لعيب كان بيلعب فيه. واكرم توفيق عمل اسمه وعمل شهرته وعمل دنيته من اسم النادي الاهلي. فانا ما اعرفش ايه اللي اتغير في الدنيا وايه اللي جد في الدنيا، انه الناس بقت شايفة نفسها، والناس بقت ب- بتتكبر على الاهلي وبتطلب بفلوس، وخلاص بقى موضوع ان اي حد يساوم النادي على فلوس. يعني الموضوع بقى بصراحة قمة في الاستفزاز وقلة القيمة للأمانة يعني. فأتمنى إن قصة أكرم دي تنتهي خلاص واتقفلت. هو راح مضى مضى، ما مضاش ما مضاش، دي قصتنا يعني مش قصتنا. خلاص يروح يتكل على الله مكان ما راح. الجزء التاني والنقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، انا كنت اتكلمت قبل كده بدايات يعني بداية الموسم لما اشرف داري جه. وكنا بنتكلم عليه كتير، وقال لك لعيب واعد وصاعد ومدافع قوي مش عارف ايه. انا عندي قناعة مستحيل اغيرها: اي لاعب بيكون محترف في اوروبا او في اي دوري خارجي بعيد عن الدوريات العربية ويقبل ان هو يجي مصر، انا بشوف ان اكيد عنده مشكلة. سواء إصابة مزمنة، سواء حاجة معينة أو مشكلة معينة. بس ده اللي أنا قلته على أشرف داري من أول ما جه، لما اتصاب أول مرة وبعد كده رجع اتصاب تاني، وبعد كده الدكتور قال لك أصل التشخيص مش عارف إيه، فهو عايز شهر راحة تامة وبعدين ينزل ومش عارف إيه. أنا من أول يوم قلت يا جماعة ده إصابته مزمنة. وحتى الشباب عندي هنا صحابي وزمايلي، سواء يعني نادر، بيبو، هيثم، كل الناس الحلوه اصحابي وحبايبي اللي بنتجمع كل يوم، كان ردهم: يا عمي لا، الراجل ده مش اصابته مزمنه ولا حاجه، بلاش يعني تروج للكلام ده. مفيش مشكله، سكت وما اتكلمتش. بس انا ما زلت عند قناعاتي ان الراجل ده عنده اصابه مزمنه. النادي يطلع بيانات، النادي يقول اللي هو عايزه، دكتور النادي يقول اللي هو عايزه، انا بقول لك الراجل ده عنده اصابه مزمنه. ودي مشكلة الناس اللي بتوقع الكشف الطبي لما اللاعب بيجي لك. كان المفروض تتأكد مرة واثنين وعشرة قبل ما تمضي وتاخد اللاعب. فربنا يستر. معرفش بقى هيرجع امتى، او نطلع او نسيبه امتى، او ايه اللي هيتم. يعني ربنا يسترها من عنده. مش لاقي حاجة تانية اقولها. بالنسبة بقى لقصة الصفقات، احنا طبعا شايفين ان في كل يوم تأجيل وفي حقن، والناس استنوا واصبروا. طب هنطلع نقول لكم الحقيقة؟ طب احنا عندنا مشكلة. طب مفيش مشكلة، احنا مستنيين كده كده شهر يناير، يعني فاضل له 15 يوم ولا حاجة. فيا رب، بنقول يا رب، واتمنى ان احنا يعني يعني ما يخيبش ظننا. طبعا هتقول لي تريزيجيه، وهتقول لي حمدي فتحي اعاره، وهتقول لي طب ما يعني ايه الابتكار؟ فين الحاجه الواو اللي عملها السكاوتنج تيم عندك، او الناس اللي شغاله في التخطيط؟ ما دي لعيبتك اصلا، انت راح وديتها ورجعت جبتها. فلما نشوف، ربنا يسهل من عنده ان شاء الله. بالنسبة لقصة إمام عاشور والأستاذ المحترم اللي كان بيعمل عمرة ودعا عليه، أنا معرفش هو حضرتك مين صور لك أو هيأ لك إن أنت رايح في بيت ربنا في مكان طاهر زي ده، فأنت تدعي و... وتتمنى الوحش لشخص بني آدم مصري، انسان زيه زيك. ده انت المفروض رايح مكان تتقرب فيه الى الله، يعني يسامحك ويغفر لك ذنوبك ويبعد عنك ال يعني الخبث والظن السيء
وحاجات كتير يعني الواحد بيعملها كل يوم، فانت بتروح تقرب من ربنا عشان ربنا يسامحك ويغفر لك يعني مش عارف انت ازاي جبت القلب ده انك تدعي على حد في اطهر مكان في العالم يعني. بدل ما انت تقول يا رب سامحني على اللي انا عملته. عموما ربنا ما بيقبلش دعوات حد عايز يفتري على حد. ربنا ما بينفذش اي حد يطلب منه اي حاجة كده وخلاص. ربنا اله عدل ومحبة ورحيم وغفور وحنان. ربنا عمره ما كان أداة للانتقام من أشخاص أو من يعني لتنفيذ دعوات أشخاص بتدعي على لاعب أو حد بيلعب كورة ملوش أي ذنب في أي حاجة، مجرد إنه لعيب كورة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لو الكورة هتوصلنا للمنطقة دي فبلاها كورة. شكرا.